لو فعلا عايزة تعملي الكيكة وتنجح معاكي من أول مرة، اتفرجي بقى على الفيديو ده للنهاية، وهقولك فيه كل حاجة إن شاء الله تعملي كيكة تطلع معاكي حلوة قوي وهشة، وريحتها كمان هتقلب الدنيا. يلا بقى نبدأ نعملها مع بعض بمكونات سهلة إن شاء الله، وحاجات كلها بسيطة قوي، وهتطلع كلها إن شاء الله جميلة جدا. تمام. 3 بيضات بس اللي هستخدمهم، وكوباية إلا ربع سمنة على زيت أو زبدة على زيت. تمام. وكوباية سكر، وكوباية حاجة ساقعة، ممكن تستبدليها بكوباية لبن لو حابة. تمام. بس الحاجة الساقعة طبعا بتفرق جدا جدا يا جماعة، بتخليها هشة قوي قوي. هنزل بقى كده بالزيت، وبعد كده هنزل بالسكر، وكمان علبة زبادي صغيرة. الاول بقى هنزل طبعا انا كل المكونات دي هنزل بيها في الخلاط. وبعد كده بقى هحط كمان فانيليا برتقال، لو انا بقى عايزاه بطعم البرتقال هحط فانيليا برتقال، عشان انا حاطه حاجه ساقعه برتقال حطيت فانيليا برتقال. ممكن تحطي لبن، وممكن تحطي بقى ايه معاه فانيليا عاديه، هيبقى طعم برضو كيكه حلوه قوي، وهتطلع معاكي هشه برضو جدا جدا. الدقيق بقى هيبقى معايا 3 كوبايات دقيق، وكيس بيكنج باودر. هقلب كل الحاجات دي كويس، وهكون طبعا نخله الدقيق كويس. اهم حاجه جدا جدا ان انا انخل الدقيق كويس جدا، بيخلي الكيكه يا جماعه هشه، وبيفرق جدا جدا فيها. هقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا، بعد طبعا ما خلطت كل المكونات السائله في الخلاط. هنزل بقى كده على الدقيق وهقلب، وهكون طبعا مسخنه الصينيه بتاعتي ومغلفاها بماده دهنيه، مغلفاها برضو كمان بالدقيق. وهنزل بقى كل الخليط ده فيها. كل الخليط هنزل بيه كده. اي صينيه بقى عندك انتي بالحجم ده كده، ودخليها بقى الفرن على درجه حراره متوسطه، هتطلع معاكي بالشكل القمر ده. شكلها حلو جدا وطعمها حلو قوي قوي يا جماعه، بجد فعلا فعلا هتفرق معاكم. جربوها فعلا، بجد تستاهل التجربه، وسهله وهتنجح معاكي من اول مره. يا ريت بقى لو اول مره بتتفرجوا عليا تدعميني بلايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولو عجبتكم الطريقه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رايكم فيها، عشان ان شاء الله اعمل حاجات كمان تانية وتقولوا لي رايكم ان شاء الله، ويا رب كل حاجه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.